السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي من مصر ومن خارج مصر، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده كده هشارك معاكم تنظيف المطبخ، يعتبر اصغر مطبخ كده هننضفه كده مع بعض ونخليه فله شمعة منورة. وطبعا خلينا متفقين، طبعا المكان مش طبعا المكان بالسكان، يعني مش ان هو واسع ولا ضيق، لا المكان زي ما بيقولوا ايه، المكان بالسكان. يعني بصوا، ربنا يبارك في بيوتكم جميعا يا رب كده، ويبارك في اولادكم جميعا وما تحرمش منكم ابدا. هنا بقى كنت اوريكم الصدف. كنت طبعا ايه، ابن اخويا كان قال لي يا عمته انا عايز صدف. الصدف ده جايباه من راس البر يعني. فابن اخويا قال لي ايه يا عمته انا عايز صدف. بصراحه مشيت على الشط كده، فضلت الم له بقى في الصدف ده وغسلته له بقى كده وحطاه في الطبق عشان اطلعه بقى الشمس كده يتشمس، وبقى ريحته كده جميله ونضيف كده. بس بصراحة يعني بقيت انقي الشكل اللي بيعجبني يعني. فبصراحة دول عجبوني، قمت جايباهم بقى وغسلتهم كده وحطيتهم في الطبق كده، وبطلعهم بقى في الشمس كده على سور البلكونة يتشمسوا كده مع بعض. والنهارده بقى عايزة اقول لكم بجد، النهارده الروتين مشجع جدا جدا وفيديو مشجع جدا كده يعني. هنبدأ كده ببركة رسول الله، ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبيب قلب، بذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عابر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو النهارده مشجع جدا جدا. حابة أقول لك لو وراك شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل أطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله ربنا يعينك وتقدر تخلص كل وراك. طبعا زي ما انتم شايفين بقى، لسه بقى مش متعوده بقى على لبس النقاب. فطبعا ايه يعني في التصوير دوت ما كنتش جبت الوان للنقاب وكده. يعني ايه كنت هلبس عليه لون كده، لون الطرحه. فكنت لسه ما جبتش. فانا هنا بوريكم بقى المشاية كنت جايباها بقى جديده، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم المطبخ الحجم بتاعه كده، الطرقه اللي في النص هي ايه على قد المشاية دي. يعني بجد المطبخ صغير جدا، بس زي ما بقول لكم ايه، البركه في السكان مش في المكان. وربنا يبارك في بيوتكم جميعا وفي بيوتنا يا رب. وهنا بقى طلعت بقى المشات كده، نفضهم بقى في البلكونه كده يتشمسوا كده، وحطيتهم بقى ايه، هحطهم على سور البلكونه. طبعا بصراحه ايه، هم لسه جداد مش هغسلهم ولا حاجه. إيه بصراحه بصراحه هم صعبانين علينا ان انا اغسلهم، لان اللي شايفين لسه اتكت عليهم. فعارفين بقى كنت الغسيل بيبهدل بقى المشات والسجاد. انتوا عارفين بقى الدكتور قال لي يعني ما عملش شغل كتير وكده ولا بهدل يعني نفسي، او يعني ايه ما عملش مجهود كتير الايام دي يعني وكده. فقلت ايه انفضهم بقى كده واحطهم بقى على سور البلكونه يشمسهم، لو فيهم اي اتربه ولا حاجه تطير. واحطهم بقى وندخل بقى مع بعض كده احلى واجمل اخوال. بحبكم، بصوا انتوا اقسم بالله في قلبي كده. وجودكم كده بيفرحني وبيسعدني كده، يعني يفرح ايامكم كمان يا رب وما تحرمش منكم ابدا. هنا بقى كنت في التوقيت دوت كنت لسه ما جبتش الوان بقى للنقاب. فيعني ايه بعد كده ان شاء الله اخلي يعني ايه، عشان طبعا في ناس بتتضايق من اللون الاسمر. وجبت بقى الوانات بقى جميله جدا، هبقى اطلع معاكم بقى وانا البسه بقى البسه كده معاكم، اللي هو الالوان بقى جايبه بيتي ولون بيج كده وموف والوانات كده جميله. بصراحه كان نفسي اجيب الابيض، بس الابيض بقى ان شاء الله باذن الله اجيبه كده وانا طالعه العمره ان شاء الله باذن الله، ونكون صحبه ان شاء الله. هنا بقى دخلنا بقى المطبخ التاني. عايزه اقول لكم عملت خلطه جميله جدا. جبت بلاقي الحله الصغنونه ديت، حطيت فيها بقى شويه خل وشويه كلور وشويه بقى كده ايه مسحوق كده الارضيات. ومعطر الارضيات برضو عشان ايه يخلي المطبخ بتاعنا نضيف كده ومتعقم وزي الفل. تحت الحوض بقى قلت اروق بقى بالمره كده طالما احنا هننضف بقى المطبخ. الازازه اللي وريتها لكم دي كان حاطه فيها رز يعني. فطبعا ايه بروق بقى كده في بصل وثوم كده تحت الحوض. بصراحه نفسي اجيب تربو تحت الحوض، بس لسه ما جبتوش. ان شاء الله احنا يبقى نجيبه واوريه لكم بقى ان شاء الله مع بعض، عشان احط فيه التربو والثوم. بس عايزه اجيب تربو صغير ويكون مفتح، مش عايزاه مقفل، عشان طبعا ايه في الصيف ما يكونش ايه في بصل وطماطم، في بصل وبطاطس وثوم والحاجات دي والمكرونه والشعريه، ما تخسرش ولا حاجه، ويفضل ايه التربو مهوي كده وحلو. فان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم الغساله قدامي والبوتاجاز ورايا، يعني المطبخ يا رب واخدني. عايزه اقول لكم محشوره اصلا محشوره في المطبخ. هو يا دوب بس واخد الغساله يا دوب طرقه صغنونه كده وتحط فيها مشايه، والبوتاجاز ورايا كده والحوض قدامه فوق قطعه من المطبخ كده ايه اللي هو الالمنتال. بس ما شاء الله هو جميل جدا في البركه، والله زي ما بنقول دايما ايه البركه في السكان مش في المكان. وهنا بقى إيه بدات اكنس بقى كده تحت الحراره زي ما انتم شايفين. طبعا ايه هو عشان صغير يعني مش هنسيبه نهمله لا ولا حاجه، هننضفه كده. كل ما يكون ضيفه رايق كده تحس ان المكان واسع وجميل. والغساله كده بصراحه ايه هي بخاف لما هكون مثلا تتبلى ميه من جنب الحوض. فعندي بشكير كده كبير قمت حاطاه كده على الغساله، بحيث لا ايه ما يجيش عليها ميه ولا ايه ولا نقط ميه ولا حاجه، عشان ايه الكهرباء. وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. هنا بدات اكنس بقى زي ما انتم شايفين اهوت المطبخ.
بس بالله عليكم اعملوا لنا بقى لايك كده واشتراك في القناه عشان تكبر وتنور بيكم كمان وكمان. وطبعا هي منوره باصحابها. وطبعا هنا بقى اهوت شلت بقى الخلطه اهوت. هنا كنست بقى روقتها اهو زي ما انتم شايفين. والانبوبه بقى تحت البوتاجاز، وحط بقى لكم حتى الفوطه زي بشكير كده كبير، حطها بقى كده على الغساله عشان طبعا ما يجيش عليها نقط ميه ولا حاجه. والشنطه اللي متعلقه في الجنب ديت حاطه فيها شنط كتير عشان ايه بتاعه السله اللي هي تحت اللي تحت دي بتاع الباسكت يعني. طبعا الازاز ديت بصراحه كان في عندي ازازتين، بفكر الازازه دي نضيفه وجميله، بفكر املاها ميه واخزنها كده تحت الحوض لو الميه قطعت ولا حاجه استعملها في الطبيخ. احطها بقى كده هي نضيفه، هي تخرخرها بس بميه كده واملاها بقى كده واحطها بقى ايه تحت الحوض تبقى ميه نضيفه كده للشرب. لو الميه قطعت تبقى عندنا ايه احتياطي كده. والازاز الصغنونه ديت ممكن احطها، كانت مامتي يعني ايه مش بصي يعني هي امي كانت هي طالباها علشان تحط فيها تخلي فيها زيتون، فاحطها تحت الحوض اخدها لها ان شاء الله. دي بقى زي ما انتم شايفين بقى بدأ ايه بدات تملى بقى الازازه اهوت، ورشرش بقى ميه كده على الارضيه علشان طبعا ايه تتعكم كده وتبقى نضيفه وزي فل ارضيه المطبخ. عايزه اقول لكم فيها زيوت كده من البوتاجاز، امسكها بالسلكه ادعكها كده دعكه جامده جدا تنضف كده معايا وتبقى فله شمعه منوره. الشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا انتوا عارفين ان اي حاجه بعملها كده بحب اشاركها معاكم لان انتوا بتشجعوني وبتفرحوني، اقسم بالله وجودكم معايا كده بكون فرحانه بكم وسعيده. يسعد ايامكم يا رب كلها وما تحرمش منكم ابدا. طبعا النقاب ده طبعا انتوا عارفين ان انا لابسه النقاب بقى جديد، فطبعا الفيديوهات القديمه بحاول يعني امسح منها فيديوهات. يعني اقسم بالله مسحت اكتر من 400 فيديو على القناه. لان حاسه ان انا ايه وش قريب من يعني بالكاميرا قوي. فديت فرشه كده بوريها لكم ايه برميها في السله كده مش محتاجاها يعني متبهدله كده، قلت ايه احطها في السله في الباسكت يعني. القناه بقى زي ما قلت لكم الفيديوهات بقى القديمه كده بدات ايه كان عندي اكتر من 1000 فيديو، فمسحت اكتر من 400 فيديو على القناه لان حاسه ان وشي قريب منهم من الكاميرا. وواحده واحده كده بحاول امسحهم او اقفل عليهم. لان طبعا ما ينفعش عشان بقى النقاب وكده، وربنا يسترها علينا وعليك يا رب وما تحرمش منكم ابدا. يعني ربنا يديم علينا الصحه كده والستر وراحه البال دايما يا رب وجبر الخاطر، وارزقنا من حيث لا نحتسب امين يا رب العالمين. بس طبعا انتوا عارفين القناه ما اقدرش استغنى عنها لان بصوا لما اكون موجوده معاكم بكون فرحانه كده والله العظيم. ربنا يفرح ايامكم وما تحرمش منكم ابدا. طبعا انتوا عارفين يعني انا مش بشجعكم، يعني هو الروتين عارفه كتير يقول لي الروتين ملوش اي لازمه، بس اقسم بالله الروتين دوت او الفيديو ده بصور ان انتوا بتشجعوني. انتوا عارفين ان الدكتور بقى منعني من شغل البيت، فبكون قاعده مكسره من كتر العلاجات بقى وكده. فاول ما بفتح الكاميرا كده واسمع اقول بسم الله توكلت على الله، اقسم بالله بفرح كده واحس ما بحسش باي تعب. بكون فرحانه معاكم وبتفرحوني كده وبتساعدوني وبتشجعوني. يعني بجد ربنا يجازيكم خير يا رب ان انتوا بتشجعوني والله العظيم ما تحرمش منكم ابدا. جبت بقى الشرشوبه كده بدات اروق كده تحت الحوض اهوت، ومسحت بقى الشرشوبه كده. جبت الشرشوبه بدات امسح بقى كده الميه اللي انا رششتها بالخل ومعطر الارضيات كده والكلور عشان تنضف معايا تبقى متعقمه كده وفل شمعه منوره. وبجد شجعتوني وشجعت بكم احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب طول العمر وما تحرمش منكم ابدا وما تتحرموش مني ابدا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بمناسبة بقى شهر شعبان ورمضان بقى على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين آمين يا رب العالمين وما تحرمش منكم أبدا. جبت بقى المشاطة، شايفين بقى الطرقة بتاعة المطبخ هي يا دوب بس قد اللي المشاية شايفين. يعني بقف في المطبخ بتحشر فيه والله. يعني بصي صغنون بس ما شاء الله جميل. ربنا يبارك في بيوتنا جميعا يا رب وفي بيوتكم وما تحرمش منكم أبدا. والوقت أقول لكم في حفظ الله، مع السلامة.